السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. غادي نشارك معكم الفطور ديالي ديال هذا النهار. هذا الفطور هذا اللي غادي تشوفي معايا حبيبتي ما غاديش تشوفي فيه 20 طبسيل ولا زواق بزاف، غير اختي اطباق بسيطه. ومهم داكشي اللي قسم الله على قد الحال، فحال اللي كدار في بزاف ديال ديور مغربيه، غير وكان كتبقى على حسب الكميه، على حسب الافراد ديال الاسره، واش نتوما كتار ولا نتوما قلال ولا مهم، وعلى حسب كل واحد شنو كيتشهى ياكل. تعودنا في هاد السنوات نشوفوا في السوشيال ميديا الصور مثاليه، طبالي كبار، الزينات ديال الطبالي، قفاطن، تصاور، داكشي مرتب، وداكشي تا وليتي كتشوفي راسك انتي كتقولي واش بصح هادو بصح عايشين بحال هكا، حيت كيبانوا بحال كل نهار عندهم العرس، يعني يوميا محزمين لابسين قفاطن، الحاله مستيكه داكشي كامل. واختي بغيتني نسولكم، ربي واش كاينه فيكم شي وحده، ربي الا ما جاوبوني، واش كاينه شي وحده كتدخل الكوزينه بالقفطان، اولا كاينه شي وحده نحيدو كاع الكوزينه كتفطري اختي بالقفطان ولا بالتكشيطه. ايوا المهم نرجعوا للروتين ديالنا. هنا غادي ندير جناح ديال الدجاج، درت زيت البلديه ودرت الزيت العاديه، تقدروا ديروا غير وحده. درت تحميره ودرت سكنجبير ودرت بودر ديال الثوم والملحه والخرقوم، وغادي ديري التوابل ديال الدجاج الا كانوا، الا ما كانوش صافي، ولكن الا كانوا غير ديريهم كيعطيو فيها واحد البنه زوينه هما، وداك بودر ديال الثوم كيخليو هاد الشرموله هذه كتجي زوينه. صافي من بعد غادي نضيف عليها واحد 2 معالق هكا ديال لامونطارد، معالق صغار وما يكونوش عامرين، باش ما تجيناش الشرموله حامضه بزاف، باش يلا داك لوكو يجي زوين. عندك دانون مسوس تقدري ديريه، انا ما درتوش صراحه، ولكن غير بهاد الطريقه هذه، غير بهكا راه كيجيو زوينين. غير وكان انا غير هما الاولين سبقتهم، درت العجينه ديال البطبوط، راه دابا درتها في العجانه كتعجن وصافي. رجعت لهاد الفخاد قلت سميتو الجناوح، قلت صافي نديرهم حتى هما ونحطهم، وحطيتهم مده وهما بقاو في مرقدين في ديك الشرموله. صافي باش دوك الجناوح كيشربوا لينا دوك الشرموله وكيجي فيهم واحد المذاق يا سلام، ما نعاودش لكم. غير ديروهم نتوما، المهم ماشي ضروري ديروا الجناوح، ديروا الفخاد، ديروا هكا دجاجه، نص دجاجه هكا ديروها، المهم اللي بغيتو. ايوا صافي من بعد العجينه ديالي حتى هي واجده، غادي ندير لها شويه ديال الزيت وغادي نحطها باش درتها حتى هي. عاد غادي نخدم هكا ضبطات صغيورين. صافي غادي نغطي كلشي بالسلوفان وغادي ندوزو لحاجه اخرى. المهم مشيت معكم هنايا في الروتين كي كنت خدامه، زعما كي كنت كندير هاد الفطور، مشيت معكم دقه دقه. هنا غادي ندير الفلو، درت نص لتر ديال الحليب وغادي ندير معاه هاد الفلو هذا، انا درت كراميل. المهم ديروا نتوما اللي بغيتو، هاد التحليه هذه حتى هي غير جربوها غادي تعجبكم. صافي درت هنايا السكر، درت انا 2 المعالق وما عامرينش، معلقه الاولى عامره والمعلقه الثانيه ما عامراش، على حسب السكر اصلا، على حسب الرغبه ديالكم. كاين كاع اللي ما كيبغيش يديرو كيدير غير شويه وصافي. صافي غادي نديرو فوق البوطه باش حتى يغلى. المهم راكم عارفين الفلو كيفاش كيطيب، كيفاش كدار الطريقه ديالو. انا كندير هاد التحليه هذه كل زعما كل نهار، واشنو درت ما كنديرش غير حاجه وحده، ولكن هادو من التحليات اللي كيكونوا ساهلين. مثلا دابا هنايا الفلو عندي، هنايا بسكوي درتو حتى هو، درتو كيجي معاه زوين، كيخليه يكون عاقد شويه، ما كيكونش غير داك الفلو بوحديتو، كيكون خفيف. الا درتي بسكوي لا، ولا تقدري ديري معاه بنانه على حسب، الا كنتي دايره الفلون ديال البنان حتى هي كتجي معاه زوينه. ايوا صافي المهم غادي ندوزو هكا في الميكسور، ومن بعد درتو في دوك الكيسان، غير ما تصوراتش ليا اللقطه. صافي هنا غادي ندير البطبوط ديالي، غادي نسرحو وغادي نقطعو هكا دوائر صغار، المهم الحجم اللي بغيت. وصافي وغادي نبدا نطيب فيه، خليته غير واحد شويه حيت اصلا صافي البطبوط هنايا راه خمر. صافي من بعد غير تقديته هذا، بديت كنطيبو، بديت هادو اللي درتهم الاولين بديت بهم هما الاولين كنطيبهم. صافي طيبت ديك الكميه وشاط ليا فيه، ما طيبتش غير ديال هذا النهار صراحه، شاط ليا فيه. وغادي نعمرهم عاوتاني لهذا الفطور الجاي ان شاء الله، ديال اليوم اللي كنصايب لكم فيه هذا الفيديو هذا.
وصافي اختي، المهم كوني قانعه بحياتك، كوني قانعه بحياتك باش تعيشي فيها مخيره. بقايش تشوفي في المظاهر، داكشي اللي كتشوفو راه غير مظاهر وغير كونسيبت وصافي. اما اختي الحياه الواقعيه هي هذه، كل واحد كيطيب داكشي اللي قسم الله وصافي، وحمدي الله وشكريه على النعمه اللي عطاك. هنايا البطاطا ما سلقتو ما حتى شي حاجه، غير قطعتو، درت شويه الملحه وشويه ديال البودر ديال الثوم وشويه ديال هذا ديال التحميره، عندكم الزعتر ولا كتبغيوه ديروه حتى هو كيجي فيها زوين. صافي غطيتهم بورق الزبده ودخلتهم للفران. المهم شعلي الفران فوق والتحت على درجه. وصافي هنايا البطبوط ها هو واجد، حتى هو غادي نحطو يبرد شي شويه ونمشيو نقديو حاجه اخرى. غادي نقاد العصير، درت هنايا جوج ديال البنانات ودرت الليمون. الليمون كديروا اللي بغيتو، انا تقريبا درت هنايا شي 3 الليمونات ولكن ما كانوش كبار، كانوا غير متوسطات. وصافي درت السكر، تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش، المهم السكر دائما كيبقى على حساب الرغبه. ودرت كاس ديال الماء صافي وطحنتو. والعصير حاولوا تصفيوه، الا صفيتوه كيجي عصير زوين وكيجي داك البنان كيتقل، داك العصير كيجي واعر. وندوز دابا للعماره ديال البطبوط. هاد العماره هذه كتجي زوينه وبنينه، جربوها. درت هنايا خيزو والبطاطا مسلوقين، ودرت الزيتون والطون ودرت داند فيمي والبيض صافي. وكنت غندير هذا ونسيتو، كنت غادي ندير المايس نسيتو ما درتوش. صافي كتخلطي كلشي، كديري شويه ديال الزيت البلديه وكديري واحد دانون في عوض ما ديري مايونيز، كديري دانون مسوس كتجي واعره زوينه. وكديروا الملحه بطبيعه الحال حيت نسيت ما قلتهاش لكم. ايوا صافي المهم اختي هنايا الفطور ديالي درت هكا بطبوطات معمرين ودرت هاد الشنيوحات هادو. هاد البطاطا كيجيو يا سلام، ما تعرفوش شحال بنان كي واحد المذاق فيهم، والله العظيم جربوهم ما غتندموش عليهم، سواء لهما لا البطاطا. صافي درت شويه ديال السلو وشويه ديال التميرات وبراد ديال اتاي والعصير. وغتبان لكم التحليه ما صورتهاش، غتكون في الاخر ديال الفيديو حيت هي الفلو درتو صافي برد وما قديت ليها ديك الطبقه الاخرى، ما قديتها حتى فطرنا عاد نط وقديتها. صافي هنايا درت معلقه ديال الجبن. هاد الجبن كيجي واعر في التحليه، كيجي واعر كيجي زوين. درت معلقه ديال السكر وغادي ندير معاه هاد الكريمه هذه. بالنسبه للسكر الا كانت الكريمه اللي كتكون خاصه بالحلويات راه ما كديريش السكر، ولكن هذه كديري شويه ديال السكر حيت هي ما فيهاش. صافي من بعد ما طربت ديك الكريمه وداك الجبن طربتهم مزيان وطلعت ديك الكريمه صافي عقادت. هنايا درت شويه ديال الحليب، تقدري ديري معاه القهوه هكا، ديري فيها داك البسكويت المهم اللي بغيتي. وصافي غادي ندير ديك الطبقه ديال البسكوي ودرت هكا الطبقه ديال ديك الكريمه وداك الجبن هادو كيجيو يا سلام. عرفتي واحد المذاق كيكون في هاد الكريمه مع هاد البسكوي بالضبط. هاد الكريمه الا لقيتوها في بيم خذوها، راه المذاق ديالها راه زوين. ايوا صافي اختي غادي نقادو التحليه ديالنا. ونتمنى هاد الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، وبسلام عليكم. فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.